هو ليه التنمر موجود؟ كتير مننا بيعتقد إن التنمر هو عبارة عن سلوك ثقافي محتاج بعض التوعية علشان السلوك دون يختفي، ولكن الفكرة دي غير صحيحة. أي مجتمعات مهما كانت متقدمة أو متأخرة، مهما كانت منفتحة أو منعزلة، موجود فيها التنمر. من الآخر كده التنمر هو عبارة عن سلوك فطري. طيب، إيه هي القيمة الفعلية للتنمر؟ أي سلوك فطري مهما كان ضار ومهما كان مزعج لازم أن يكون ليه قيمة فعلية. في الحالة دي القيمة الفعلية للتنمر مش للفرد، ولكن القيمة الفعلية للتنمر للمجتمع. التنمر هي واحدة من الأساليب الدفاعية اللي بيستخدمها العقل الجمعي علشان يحافظ على تماسك ووحدة المجتمع، ويضمن إنتاج مجموعة من الأفراد متجانسين على مستوى الفكر والثقافة والعادات والتقاليد. يعني التنمر بكل بساطة ما بيحصلش لأي إنسان عادي أو لأي سلوك عادي. التنمر بيحصل لأي شخص بيمتلك أي شكل من أشكال الاختلاف، زي الشكل والسلوك والفكر. عشان التنمر يكون فعال العقل الجمعي بيستخدم قدرتين اتنين. الأولى هي التنمر أو انتقاد الشخص المختلف مهما كان الاختلاف ده جيد أو سيء. التانية هو أسلوب داخلي، هو أسلوب الخضوع أو الإذعان. بكل بساطة إن أنت بيبقى عندك خوف أو قلق من إنك تكون مختلف عن المجموعة اللي أنت عايش وسطها، وعلشان كده ممكن تتخذ بعض الخيارات الخاطئة واللي أنت مدرك إنها خاطئة بس علشان ما تبقاش مختلف عن الناس اللي حواليك، أو إنك تتنازل عن رأيك الصحيح وتمشي ورا رأي المجتمع اللي أنت عايش فيه.